مساء الفل يا جماعة. أنا اسمي بسمة بهاء قرني، أو اللي هي أوراني، أو اللي بقت أوناني دلوقتي. يا ريت كل الناس اللي اتريقت على الاسم ده أو اتريقت عليا أنا شخصيا من أول ابتدائي لإعدادي لثانوي لجامعة لشغل، لا اتجوزت وقعدت في البيت يا رب العيال ما بشوفش بني آدمين برضو لسه بيتريقوا على اسمي وعلى اخواتي الغلابة برضو، وطبعا قبلنا كلنا أبويا. الناس كلها اللي اتريقت على الاسم ده تقعد تجمع هنا كده وتشوف ايه هي قصة سيدي وسيدك ومن أسياد التابعين مولانا أويس بن عامر القرني. أويس بن عامر القرني أسلم وقت وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، بس الرسول كان في يثرب في المدينة وهو كان يمني من اليمن. في الوقت اللي كل المسلمين أو اللي أسلموا ساعتها من أهل اليمن راحوا للمدينة علشان يحظوا بالصحبة ويشوفوا الرسول ويبقوا كده انتقلوا لمرتبة الصحابة، أويس ما راحش معاهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ساعتها ألقى خطبة على الصحابة وقال لهم إن ستأتيكم أمداد اليمن أو المؤمنين أو المسلمين اللي في اليمن، حج بقى وغيره. ابحثوا عن أويس بن عامر القرني، حاولوا انكم تشوفوه، ولو شفتوه اسألوه أن يستغفر لكم أو أن يدعو لكم فهو مجاب الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الرجل هو بأمه بار ولو أقسم على الله لأبره، يعني هو نال بر الله أو استجابة الله ليه بالدعاء بسبب بره لأمه. الرسول عليه الصلاة والسلام ادالهم بعض العلامات اللي هيعرفوا بيها أويس بن عامر القرني، زي ان هو كان مريض بالبرص وبرئ منه، يعني شوفة منه إلا موضع درهم، يعني قد الكوين كده. ليه بقى؟ هو أويس رضي الله عنه وأرضاه كان دعا الله إنه يا رب اشفيني من البرص إلا موضع درهم، علشان كل ما يشوفه يفتكر نعمة ربنا عليه. هو كان كل جسمه مشوه بالمرض ده وربنا من عليه بالشفاء. المهم دي علامة الرسول عليه الصلاة والسلام قالها للصحابة عشان يعرفوا بيها الراجل اللي دعاءه مستجاب ده. قال لهم كمان ان هو والدته كفيفة وما جاش ليحظى برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب بره ليها وان هو كان بيخدمها. يا جماعة البر ده اللي هو يعني انتوا فاكرين احنا كنا الناس المصريين فاكرين في 25 يناير احنا كنا بنعمل ايه؟ فاكرين كم مرة حد مننا كذب وقال ان هو مش نازل التحرير ونزل؟ كم حد كان عارف ان امه وابوه مش راضيين ان هو ينزل يهتف وينزل يشترك في الثورة دي وبرضه نزل على اساس ان لو مت هبقى شهيد وانت اصلا عاقب والديك، واحنا اصلا كنا بنعق الوالدين لما كنا بنرفض وكنا بنتلاعب. والله احنا يعني عشان حد ما ينزلش في الوقت ده اللي هم الناس اللي نزلوا يعني كان لازم يتكتف في البيت، هي دي الحالة الوحيدة اللي ما كانش بينزل فيها. على العموم احنا ربنا عاقبنا على اللي احنا عملناه ده. ويعني بس انا بقول لكم ده واحد اتعرض عليه انه يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام ويحظى بمرتبة الصحابة، وفضل ان هو يقعد جنب مامته اللي كان ممكن جدا يجيب لها حد يخدمها. على فكرة يعني ما كانش يسيبها كده ويمشي، لا كان هيجيب لها حد يخدمها وهو يروح يحظى برتبة الصحابة. ما عملش كده بس لمجرد ان هي عايزاه هو، مامته عايزاه هو، ابني عايزاه هو. فده كانت حاجة كبيرة قوي لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في الصحابة. عمر بن الخطاب يا جماعة فضل قاعد مترقب يستنى اي وفود جاية من اليمن، اي ناس جايين يحجوا، يروح يسألهم افيكم أويس بن عامر القرني، او افيكم أويس بن عامر القرني، افيكم أويس بن عامر القرني. مش عارفينه اصلا، الناس مش عارفينه هناك في بلده، مش عارفينه. عمر بن الخطاب يا جماعة الصحابي اللي جاب النتيجة من الكنترول للرسول عليه الصلاة والسلام قال له انت هتدخل الجنة، ده احد المبشرين بالجنة، عمال يلف ويبحث عن الراجل اللي مش معروف اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتموه فاطلبوا منه ان يستغفر الله لكم. المهم قعد يلف سيدنا عمر كل وفد او كل ناس جايين من اليمن يروح يسألهم عن أويس بن عامر القرني، لحد ما قال لهم المواصفات. فحد قال له صوت فلان الفلاني ده ممكن تلاقيه هو ده اللي قاعد عند الرحال بتاعنا، كان قاعد جنب الجمال والرحال بتاع القبيلة. السلام عارفه وقال للصحابة يدوروا عليه ويحاولوا يلاقوه ويطلبوا منه ان يدعو لهم. وعمر بن الخطاب بحاله امير المؤمنين جاي بيدور عليه بالاسم وهو في الاخر قاعد جنب الرحال بتاعهم. تمام، عشان بس ما اطولش عليكم نكمل القصة. لما وصل
لأويس بن عامر القرني وتأكد منه. سيدنا عمر بن الخطاب راح له في المكان اللي قالوا عليه عند المتاع وتأكد انه هو أويس بن عامر القرني. قال له انا عمر بن الخطاب وانا بس بطلب منك انك تدعو الله ان يغفر لي. طبعا يعني أويس دعاله، بس ساعتها قرر ان هو ما يرجعش على اليمن، وتقريبا غالبا كده هو راح العراق، غالبا كده هو راح العراق، يعني رجع على العراق من الحج بتاعه. لا، لما خلص الحج راح رجع على العراق، لان هو حس كده خلاص بقى. سيدنا عمر بحاله جاي بنفسه يطلب منه انه يغفر، انه يطلب من ربنا يغفر له. يعني حاجه زي دي لو اتعرفت الناس كلها تبقى عنده تاني يوم الصبح، يعني مش تاني يوم ده، في ساعتها. الناس دي بتخاف الحاجات دي تشغلها عن علاقتها بربنا او عبادتها من ربنا. بس انا لما سمعت الجزئيه دي قلت يعني طب ما الناس برضو عايزين، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام موصيهم وعايزينك تدعي لهم، يعني ليه تحرمهم من حاجه زي دي؟ لحد ما عرفت ان هو أويس بن عامر القرني كان يدعو الله بيقول له ايه: يا رب ليس علي الا ما البس والطعام الذي في بطني فاستغفرك يا رب عن كل جائع. فهو ما كانش ناسي حد، وكان بيدعي كل الناس اللي ما كانش بيقدر يساعدهم، كان شايل مسؤوليه كل الناس اساسا. فدي قصة أويس بن عامر القرني. ماشية لكل الناس اللي دمها خفيف، أرجوكم توقفوا المهزلة دي لازم تقف بقى. يعني أنا عملت الحلقة دي والله مخصوص عشان الناس توقف بقى. يا جماعة مش معقول كده، أنا كبرت على الكلام ده، أو أنتوا اتريقتوا على الاسم ده قبل كده أو ضحكتوا عليه حتى بينكم وبين نفسكم. يا ريت تشيروا الحلقة بعد إذنكم، تمام، عشان نوقف المهزلة دي. ولو عايزين تعرفوا أكتر عن أي حد اكتبوا لي في التعليقات، يا إما أنا اللي هنقي. سلام.